وهذا الفيديو عن كيف تسوي كيف تغير طريقة كلام الإنجليزية. أعرف العنوان ما مفهوم، بس أنا راح أفهمكم. مثلا شوفوا، مو هيجي كلمة الإنجليزية، مو هيجي. راح نزخرف هاي الكلمة الإنجليزية. قبل لا نبدأ الفيديو أحلى متابعين، لا تنسون اللايك واشتراك وتفعيل الجرس وبس. يلا نبلش. أول شي راح أقول لكم شلون تكون. خلونا نروح على اليوتيوب، نروح لقناتي الثانية. هاي قناتي الثانية، طبعا للمعلومة هاي قناتي الثانية، هذا حسابي الثاني، واتمنى تشتركون بي مع انه انا ما راح انزل بيه فيديوهات من الاساس. هاي قناتي للاحتياط. لاحظوا هنا، ركزوا هنا، مو تشوفوه مختلف عن اللي كتبناه؟ اني راح اعلمك. مو تشوفوا مختلف عن الكلمة؟ ما ادري، تخربطت بالحكي بويا. اوكي، مثل ما تشوفون هنا متغير لو ما متغير؟ هسه تقولوا لي متغير، مختلف عن الكلمة اللي كتبناها قبل شوية. وقبل هسه راح اعلمكم. قبل ما ادري شراحتي ما ادري احكي، طبعا ما ادري احكي، يا احلى متابعين، ما ادري احكي. هالايام قمت اتخربط بالحكي باخر فترة. راح اعلمكم. اول شي تروحون لهذا تطبيق، تروحون هنا، لازم تكون خازنين هذا التطبيق. هذا اسمه، تشوفون هذا اسمه. هسه راح اوضح لكم. هذا اسمه فونتس. اوكي، نروح على التطبيق، دا يحمل، وبعدين تروحون هنا، تضغطون على اول وحدة مثل ما تشوفون. مثلا نكتب كم، مثل ما انتم شايفين مختلف عن الكلمة اللي كتبناها بالمقدمة. وصلنا لنهاية الفيديو. أحلى متابعين، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وبس. مع السلامة.